افتتحت وزارة التراث والسياحة اليوم متحف أرض اللبان بصلابة معرض المسكوكات العمانية، الذي اشتملت على صور لسلاطين عمان الذين كان لهم الأثر في تطور مفهوم النقد الحديث، بداية من عهد السلطان فيصل بن تركي وصولا للعهد الزاهد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. كما تضمن المعرض الذي افتتح تحت رعاية سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عددا من اللوحات تستعرض صور الإصدارات النقدية التي تم تداولها في سلطنة عمان، بداية من العملات المعدنية التي استخدمت في القرن التاسع عشر، والإصدارات الورقية من الروبية الهندية الخليجية، وانتهاء بالإصدار الورقي السادس. وقال أسامة بن محمد الرواس مدير متحف أرض اللبان: تراث السياحة إلى رفض مواسم خريف ظفر بالعديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لاستقطاب الزوار والسياح لمشاهدة العملات النادرة وتلك المسكوكات العمانية، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التاريخ النقدي العماني ومراحل تطوره. جدير بالذكر أن المصادر التاريخية تؤكد أن أقدم دار إسلامية لسك وضرب العملة في شبه الجزيرة العربية ظهرت في سلطنة عمان، وكانت لسك الدرهم الفضي في عصر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وتحمل اسم عمان والعام الهجري 81 الذي يقابل عام 700 ميلادي.